عليه الصلاة والسلام بيقول: يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. شوف كلمة الحازم دي، مش أذهب للب الرجل منكن، لا، مش أي رجل، الحازم الذي يحزم أمره، يغلب ولا يغلب، هذا الحازم. هي المرأة بقى تغلب، أذهب وتضيع عقل بالكلية، فلا يبقى معه من عقله شيء. امرأة عندها كل هذا، كل هذه الإمكانات. رسالة إلى حواء. أنا بستغرب للمرأة اللي هي عندها مشاكل في بيتها، كيف لم تفطن إلى مثل هذا؟ أنا أقول: قوة المرأة في ضعفها، كل ما تضعف أكثر تغلب، كل ما تعمل راجل تتغلب. في واحدة من الوحايد شوف شعرها أبيض، مش راضية تصبغ شعرها. انت عارف سألوها بيقولوا لها: ليه ما تصبغش شعرك وانت مش متجوزة ولا ايه؟ قالت لهم: هو في راجل يستحق ان انا اتزين له؟ امال دي هي دي ايه جنسها دي؟ ما هي راجل يا امرأة، انا عايز اعرف جنسها ايه دي بقى، منين دي؟ فلما المرأة تقول هذا الكلام، امتى تبقى هي قوية وسعيدة؟ لما تلاقي راجل ضعيف يبقى تمشي كلامها عليه. لكن الرجل يكسر المرأة لو عايزة تعمل راجل، لكن المرأة عايزة تغلبه في كل الجولات تضعف، كلما ضعفت أكثر كلما غلبت أكثر. رسالة إلى حواء. وده شيء لابد النساء يتنبهن له، إن كثير من الحياة بتتعكر بسبب التحدي. المرأة بتتصور عايزة تبقى شخصية، ما هو ده بكل أسف اللي اتعلموه من الأفلام والمسلسلات والقصص الغرامية والكلام ده. انت معاك قطنس وانا معايا قطنس، احنا الاثنين زي بعض في الهوا، انت بتحط في البيت جنيه وانا بحط جنيه. مرة كل ما تكون مستغنية كل ما تنشز أكثر، إلا إذا كانت امرأة نبيلة نفيسة. علموها ازاي تعترض على الراجل وتقول راسي براسك. وانا قلت في الحلقات اللي قبل كده ان لا سواء، مش احتقارا للمرأة، لا، لكن ربنا عز وجل رتب مسافة بين الرجل والمرأة، قال: وللرجال عليهن درجة. خلاص، إذا كان الرجل عبدا لله والمرأة أمة لله تبقى هذه الدرجة كما هي. إنما إذا الاثنين فرطوا في العبودية والكلام ده خلاص، يعني لا يلومن أحد إلا نفسه. رسالة إلى حواء. إلى حواء. إلى حواء.